كلنا فينا مميزات وعيوب، وأطفالنا كده برضو فيهم مميزات وعيوب، بس ليه دايما بنشتكي منهم وعلى طول بس عايشين معاهم في صراعات؟ علشان دايما باصين لنص الكوباية الفاضي وبنسأل نفسنا هو ليه فاضي، مع إننا لو بصينا للنص المليان يمكن ساعتها نكتسب طاقة إيجابية تشجعنا إننا نكمل النص الفاضي. وعلشان كده عاوزة كل أم وكل أب يبصوا لمميزات أطفالهم والإيجابيات بتاعتهم، وما يركزوش طول الوقت على السلبيات. مش يمكن لو عرفوا الإيجابيات بتاعتهم ده يأثر عليهم المشوار ويقدروا يفهموا أطفالهم أسرع، وسلبيات أطفالهم في الوقت ده تقل وتتحل. طب وهو الطفل العنيد ممكن يكون عنده إيجابيات أصلا؟ طبعا، ما احنا خلاص اتفقنا إننا كلنا عندنا مميزات وعندنا عيوب. طب يا ترى ايه هي مميزات الطفل العنيد؟ رقم 1، بيقدر يندمج مع الأشخاص الكبار بسرعة، والميزة دي بنقدر نستفاد منها في إننا نخلي الأشخاص دي تحكي مواقف لأطفالنا عن العند والفرق بينه وبين التعبير عن الرأي أو رغبة في اختيار حاجة احنا عاوزينها، وبالتالي نهدي من العند اللي موجود عندهم. رقم 2، التركيز عندهم بيكون عالي. رقم 3، بيقدروا يتعلموا بسرعة بسبب الجرأة الزائدة عند معظمهم. 4، الطفل العنيد بتكون شخصيته قوية وحازم. 5، بيتقبل اللعب وبيندمج مع الجنس الآخر.